يا حبيبي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. لسه في خط القناه، لسه مع نجوم خط القناه من الاسماعيلي، من الدراويش، نجوم السمسميه لخط بورسعيد المدينه الباسله مع حسام حسن، الاسم الاشهر في الكره المصريه. حسام حسن اتسمى يعني نص لعيبه كره القدم اتسمى على اسم حسام حسن الكبير. طبعا مسك الختام هو الكابتن حسام حسن نجم النادي المصري. برحب بحضرتك كل سنه وانت طيب. الكلام الجميل ولا طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله باذن الله مبارك على الجميع. انا طبعا بنشكر السيد حبيبي على البطوله، على الارحاب وعلى الدعوه الكريمه، وانا سعيد جدا طبعا سعداء بالاستقبال وسعداء الله عم بره المخلوقات اللي صار وش ابو اللي جاب بشكل كويس افضل كتير من سنوات قبل كده. ان شاء الله باذن الله نلاقي مباراه تليق بالتنظيم والناس المسؤولين عن التنظيم كل سنه باذن الله. كابتن حسام مهاجم محترم، مهاجم قناص، كلمتك لمهاجم نص ملعب، مهاجم كلمتك لقطاع الناشئين لاخراج اسم زي الكابتن حسام حسن، كابتن معتصم سالم، مطرق الدفاع الدراويش والكره المصريه كابتن احمد عيد، الحريف والهداف الكابتن جمال حمزه، غضنفر مصر الكابتن احمد جعفر. كلمتك زي ما سالك كابتن احمد لتشيل ونجوم تحترمها وتقدرها جماهير الكره المصريه زي ما احنا شايفين حضرتك. هو طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي بدينا سواء كابتن احمد او كابتن جمال او جعفر او حتى كابتن معتصم. الكلام كله واحد. دايما المواهب هي العامل الاساسي وهي العمود الفقري بتاع الكره المصريه في اي حته كمان في العالم مش في مصر بس. وان احنا دلوقتي بقى عندنا تطور كبير جدا على مستوى الكوره بنعيشه في الوقت الحالي، فلازم اللعيب يبقى طالع متاسس وفاهم كويس قوي الواجبات بتاعته، ودي بتتوقف على الساده المسؤولين عن القطاعات. وان شاء الله باذن الله نلاقي لعيبه كتير كويسه زي امثله كتير ذكروها اللعيبه زي ابراهيم عادل، والنهارده بنشوف محمد صلاح وبنشوف النني وبنشوف ناس كتيره جدا. ان شاء الله باذن الله نشوف الكلام ده من خلال الانديه ونشوف الكلام ده من خلال برضه مراكز الشباب ومن خلال النجوم ان شاء الله. شكرا كابتن حسام، كوكبه النجوم المصريه هنا.